السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا وسهلا بكل حبايبي اللي بيتابعوني، واهلا وسهلا بكل حبايبي الجداد اللي لسه مشتركين عندي. يا رب القناة كده تكون عند حسن ظنكم وتعجبكم بإذن الله ويكون فيها إفادة ليكم. طبعا الغلا عليا وعليكي، والله المستعان. ندعي الله ان ربنا يعدي الأزمة دي على خير، اللهم امين، وربنا يعين كل واحد على حاله. في عز الغلا اللي احنا فيه ده لازم نفكر شوية، لازم يبقى فيه إيه توفير على قد ما نقدر. اللي نقدر نستغنى عنه نستغنى عنه. اتكلمت معاكم قبل كده في الموضوع ده. اللي الصرف يبقى بحساب، نجيب اللي محتاجينه، ولو في حاجة احنا محتاجينها بس نقدر ان احنا نستغنى عنها او نبدلها، مفيش اي مشكلة، عشان نعدي بس اللي احنا فيه. الله المستعان. ده روتين بتاع كل اسبوع. بنزل كده بجيب الخضار والفاكهة بتاعتي الاسبوع كله. بيسهل عليا كتير. انت لو عملتي كده فعلا الموضوع ده بيسهل عليكي كتير. انت تنزلي كل يوم تجيبي خضارك يوم بيوم، ده صعب قوي. انا بحدد ميزانية، انا ميزانيتي 200 جنيه بنزل بيها كل اسبوع، بجيب الخضار بتاعي كله. ده اللي بيخليني طول الاسبوع ما محتاجش اي حاجة من بره تاني، بمشي نفسي باللي عندي. طيب تعالوا الاول بس كده هقول لكم اسعار الخضار والفاكهة، وانتوا برضو قولوا لي عندكم الاسعار اغلى ولا ارخص. بالنسبة للطماطم، الطماطم اسعارها حلوة قوي دلوقتي، باربعة وبخمسة، جايباها ب4 جنيه، حلوة. الخيار الكيلو ربع ب10. الكابوتشي ال3 ب10. البطاطس ب5 جنيه، حلوة برضو، اللي هي من قطة حمرا دي جميلة. البصل الكيلو ونص ب10. الفلفل سعره مش عايز ينزل خالص، مش عارفة ليه غالي كده. الفلفل ب14 جنيه الكيلو، سواء حامي او بارد. ايه تاني جايبينه؟ البتنجان ب5 جنيه، حلو. القلقاس الكيلو ربع ب10. البصل الاخضر جاب 4 ربط ب5 جنيه. ايه تاني؟ البرتقان واليوسفي ب5 جنيه، سواء ده او ده، ما عدا اللي هو السكري. انا عشان بحب السكري فالسكري بيبقى اغلى شوية، فجايباه كيلو ربع ب10. مين زي بيحب السكري؟ اللي بيتابعني كده يقول لي مين زي بيحب السكري، عشان انا الوحيدة اللي باكل السكري هنا في العيلة. الكوسة ب8 جنيه، جبت نص كيلو بس، عشان انا بس والاولاد يعني بياكلوها برضو معايا، زوجي ما بياكلهاش، انا بجيبها محشي. بس كده، هو ده الخضار بتاعنا اللي انا كنت محتاجاه الاسبوع ده، وهو ده اللي انا همشي بيه نفسي. وجبت ازازة الخل، كان الخل كان ناقص عندي فجبت الخل جميل قوي اللي هو هاينز، جميل جدا. هو جايباه ب13 جنيه الازازة، بس بصراحة بيقعد معايا بالشهر وبالاتنين، انا بنسى انا جبته امتى اساسا. وجبت فول برضو عشان نبدأ ان احنا ندمس. الفول ب36، جبت نص كيلو. طبعا قبل ما بنزل السوق، اول حاجة بعملها بحدد انا هجيب ايه، يعني ما بنزلش كده وخلاص. اول حاجة باخد الفلوس على القد، عشان ما احاولش ان انا اصرف اكتر من اللي معايا. ما اجيبش غير اللي انا محتاجاه بس. فباخد ورقة معايا اكتبي فيها اللي انت عايزاه بس. اكتبي الاكل اللي انت هتعمليه، يعني طول الاسبوع انا هعمل 1 2 3 4، حددي انت في الاسبوع ده هتعملي ايه، وجيبي الخضار بناء عليه. ما تجيبيش بزيادة، وما تجيبيش حاجة انت مش هتستخدميها طول الاسبوع، فهي تدبل عندك وهيبقى خسارة بعد كده. تمام. ورقة وقلم تكتبي فيها كل اللي انت عايزاه، وبتجيبي على قدك وخدي فلوس على القد. انا بعمل كده، وبمشي بيتي على قد الخضار اللي انا جبته، هو ده اللي انا محتاجاه. جبت فلفل، جبت كوسة، لان باذن الله يوم مثلا هنعمل محشي. انا بس اللي ناقصني هجيب بس كرنبايه كده، دي اللي انا ما جبتهاش. فهنجيب مثلا واحده ب10 جنيه ولا حاجه، هنقضي بيها اليوم مع حبه كوسه مع حبه فلفل. الكرنبيطه بتقعد معايا، يعني هتقعد معايا اسبوعين، هناخد مثلا نصها نعمله في يوم الاسبوع ده، وهتقعد معايا الاسبوع اللي جاي. الفلفل انا جايبه فلفل بزياده، يعني الفلفل برضو هيقعد معايا الاسبوع الجاي باذن الله.
انا جايبه كيلو، جبت كيلو من اللي هو الفلفل البلدي، بحبه قوي في الحشو. وجبت بعد كده لقيت واحد بيبيع النص بنص ب5، فجبت نص تاني. فهنعمل منه مرة محشي، غير طبعا اللي هنستخدمه في الأكل. فبإذن الله هيتوفر منه الأسبوع الجاي، ممكن ما اجيبش فلفل الأسبوع الجاي. ايه تاني؟ البتنجان جايبه 2 كيلو، فحلو قوي، سواء بقى هنشويه، او يوم كده هنعمل بقى طبق مسقعه جنب الكرنبيطه. او طبق مسقعه كده ونمشيها نواشف في يوم هتعدي. فانتي مشي نفسك كده على قد طبعا الميزانيه بتاعتك، وعلى قد الحاجه اللي انتي بتاكليها. اللي انا فعلا كان نفسي اجيبها بس ما عجبتنيش خالص في السوق، البسله. ما عجبتنيش في السوق خالص، السوق كله فاضية، نصها فاضي. يعني انا هجيبها هدفع فيها فلوس وخلاص. وفعلا جبتها، وبعد ما وزنت ما عجبتنيش، بصيت في الكيسة لقيت، لا، لقيت نفسي هطلع نصها فاضي. فجيت مرجعاها تاني. كان نفسي بصراحة اجيبها، نفسي فيها قوي، بس مش عارفة، مش عاجباني خالص في السوق اللي عندي، رغم ان في ناس جابتها وخزنتها. فمش عارفة بقى هي عندهم حلوة ولا ايه. هي كده كده اصلا ما تتخزنش دلوقتي البسلة، يعني ما تستعجلوش عليها، لسه شوية. بس هنبدأ بقى، أول حاجة بنعملها أول ما نيجي من السوق كده، نبدأ أنضف الخضار بتاعي كويس. شايفين الكيسة دي كده بنلم فيها كل حاجة. الترتيب أهم حاجة، تبقي مرتبة كده ومنظمة، كل حاجة هتبقى معاكي تمام، ما تكعبليش الدنيا حواليكي. الخضار بتاعي كله بغسله، طبعا انتوا عارفين الموضوع ده، شاركته معاكم قبل كده. انا الخضار بتاعي بغسله بنشفه كويس جدا قبل ما ادخله التلاجة بتاعتي. طبعا بما ان الجو بقى كان متلج النهارده، فقلنا نعمله حبه عدس كده حلوين. العدس بتاعي بحط عليه بقى طماطمتين حلوين كده، وجزرتين وبصلايه، وكام فص من الثوم، وفلفل. ونسيب الكلام الحلو ده كده مع بعضه لحد لما يستوي خالص، نعرف ان هو استوى من الجزر. طالما الجزر استوى يبقى كده خلاص استوى. كان استوى معايا، نسيبه بس لحد ما يبرد تماما. والطماطم حطيتها على النار كده لحد لما تتسبك معايا. هنا الخضار اهو، بحط كده فوطة زي ما انتوا شايفين كده، وبسيبه بقى لحد اخر اليوم بيكون نشف تماما. وببدأ بعد كده ان انا اشيله. ما تشيليش الخضار وهو مبلول، ده بيطول معايا فعلا زي ما بقول لكم، بيقعد معايا بالاسبوع والاكتر. بس اهم حاجة اول ما بحطه في المنظمات بتاعة التلاجة، بحط تحتيه سواء مناديل مطبخ او فوط كده مخصصاها للمنظمات، بحطها تحتيه وفوق الخضار. ده بيحافظ عليه جدا ان هو يدبل في التلاجة. خلاص كده خلصنا الخضار بتاعنا والغدا برضو. كنت سبت العدس لحد لما يبرد شوية. قلنا بقى نعمل مخلي ليمون، عملته معاكم قبل كده، من الوصفات الجميلة جدا واللي جايبة مشاهدات عالية عندي. لان فعلا الوصفة تستاهل، جميلة جدا، وكل اللي جربه بجد دعالي. انا جايبة هنا 3 كيلو من الليمون، لان الليمون اللي عندي كان خلاص فاضل فيه حبة صغيرين، فقلت اجيب بقى واملى البرطمان تاني. من المخللات الجميلة قوي اللي تعمليها وتقعد معاكي بالسنة وبالاكتر. طعمه جميل جدا، عايزاكم تجربوه بالطريقة بتاعتي. اللي عايز الطريقة الفيديو موجود على القناة، جميل قوي يا بنات، هيعجبكم جدا. والليمون موجود لسه في السوق، وهو بنفس السعر بتاعه من ساعة ما طلع، هو الكيلو ب10 جنيه. فجميل، هاتوه واعملوه كده بإذن الله لرمضان وطول السنة معاكم. دي المية بتاعت سلق الليمون، ما برميهاش، بستخدمها في حاجات كتير بقى، سواء في الملابس، او بزود بيها بقى الصابون السايل. ليها استخدامات كتير، فبحطها في ازازة كده وبشيلها في التلاجة. ده اللي حبة الليمون اللي كانوا فاضلين عندي. وخلاص كده العدس بتاعي بقى، بصوا البخار بقى كده والسخونية يا سيدي، حاجة تدفي. قلنا بقى نتغدى مع حبة مخلل والبصل والخضرة، والحمد لله على كده، احلى اكلة في عز البرد اللي احنا فيه ده.
خلاص اتغدينا والطماطم بتاعتي كانت خلاص اتسبكت، وضربتها في الخلاط وصفيتها. ده اهم حاجة ان انت تصفي الطماطم بتاعتك. التفل ده ملهوش اي لازمة خالص. في الاخر هتطلع معايا الصلصة كده بيوريه، زي بصوا صلصة العلب واحسن كمان، من غير اي مواد حافظة. هنبدأ نعبيها ونشيلها في الفريزر. زي ما اتفقنا كل اسبوع بتحددي 10 جنيه 20 جنيه معاكي وانت رايحة السوق، دي هتخصصيها هنجيب بها خضار ونبدأ نشيله في الفريزر. هينفعنا بإذن الله. طبعا الأيام دي الطماطم سعرها حلو قوي، فحاولي كل مدى تجيبي حاجة وتشيليها. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم.